منتخب مصر يتأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز على منتخب بنين بنتيجة 3-1. طبعا مباراة كان المفروض تتحسم من بدري من منتخب مصر تجاه منتخب بنين، بس للأسف قرر منتخب مصر فجأة انه يصعبها على نفسه، اكنه بيقولك انا ما بحبش اتأهل التأهل السهل العادي ده، لا انا لازم اصعبها على نفسي، لازم احط نفسي في موقف ان انا ممكن اخرج فيه عادي من منتخب اقل مني كتير فنيا تاريخيا كل شيء النهارده في صالح المنتخب المصري، ومع ذلك بيقرر يصعبها على نفسه. طب كل الكلام ده حصل بسبب مين؟ المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن. يا جماعه الواحد مش فاهم هو عايز ايه من المنتخب بجد والله. حسام حسن تفكيره مش مفهوم، تغييراته مش مفهومه، تشكيل نفسه بتاعه. النهارده حسام حسن بيعمل مبدأ تصفية الحسابات، بيصفي حسابات النهارده مع اللعيبه اللي هو مش بيحبها. على حساب مين؟ على حساب المنتخب. الحقيقه النهارده حتى المعلق يا اخي، المعلق اللي المفروض نادرا ما بيتكلم عن الموضوع ده كتير، اتكلم وقال لك النهارده انا مش فاهم انت مش راضي تستعين بمصطفى محمد ليه، مع ان النهارده طريقه اللعب بتاعه منتخب مصر بيعتمد كتير على العرضيات. طب العرضيات دي المفروض مين اللي يستغلها؟ بفكرك كده العظيم يا حسام حسن، المفروض مهاجم صريح. طيب في مهاجم صريح عندك احسن من مصطفى محمد؟ ها مفيش. تمام. انت النهارده مصمم تلاعب مرموش كمهاجم صريح. انا بحب مرموش جدا جدا، من اللعيبه الكواليتي عالي قوي، محدش يختلف عليه اكيد صح. طيب بس هل النهارده مرموش مهاجم صريح؟ ها مرموش مهاجم وهمي، مش هو اللي يبقى مهاجم الصندوق، مش ده مرموش. طب انت النهارده كنت بتفتقد المهاجم الصريح، المهاجم اللي جوه الصندوق، المهاجم اللي بيعمل لك خطوره وعنده بدني عالي. يعني مصطفى محمد بدنيا اعلى كتير من مرموش. كمان مرموش النهارده كان بيتضرب كتير لان منتخب بنين بيعتمدوا على العنف والقوه البدنيه. انت النهارده مرموش خطورته قليله، فالنهارده قرر ان هو يحتفظ بمرموش ال 120 دقيقه. جيت تنزل مصطفى محمد عشان تضيع بيه وقت، يعني جحود. النهارده حسام حسن بيصفي حسابات. تمام. طيب النهارده مروان عطيه قرر ينقذ منتخب مصر بجد يا جماعه. النهارده مروان عطيه قرر انه ينقذ منتخب مصر. مروان عطيه النهارده جايب جون ولا اروع من بره ال 18، حطها يعني مسطره. يعني بجد مروان عطيه يا جماعه مان اوف ذا ماتش النهارده، مان اوف ذا ماتش. ما تقوليش وما تقنعنيش، مفيش حد النهارده عمل اداء زي مروان عطيه بجد. النهارده مروان عطيه جايب جون وعامل اسيست. يعني تخيل ان لاعب ديفندر مركز 6 بيجيب لك جون ويعمل لك اسيست. الهجوم بتاعك كله مش عارف يعمل اسيست او يجيب لك جون. يعني اللي جاب الجون النهارده يا جماعه مروان عطيه وعامل لك اسيست. طب اللي جاب الجون التاني مين؟ ياسر ابراهيم. يعني الدفاع، تخيل هجوم مصر مش عارف يسجل هدف. هجوم مصر اللي هو المفروض ثلاثي الرعب، محمد صلاح مرموش تريزيجيه، كل دول مش عارفين يسجلوا هدف. كارثه وصدمه بالنسبه لي النهارده. مروان عطيه لولا لكنا خرجنا بجد. تمام. طيب ايه كمان؟ خلينا نتكلم ونقول يا جماعه ان الهدف اللي دخل فينا النهارده مسخره. احنا لو لعب قصادنا فريق هجوميا عالي احنا حرفيا هنشيل اهداف كتير بجد. احنا لحد دلوقتي ما قابلناش المنتخبات يا جماعه اللي تخض. كلامي واضح؟ والله العظيم انا خايفه من اللي جاي. انا مشكلتي مع اللي جاي مش مع دلوقتي. احنا اتأهلنا كسبنا انا مبسوطه اكيد وكلنا مبسوطين، بس الاداء يقلق. اداء منتخب مصر يا جماعه يقلق. انا اكيد مش حابه ان انا اطلع هاجم، صح؟ اكيد لا يعني. تمام. طيب دلوقتي الهدف اللي دخل فينا بدأ ازاي اصلا؟ جماعه النهارده حسام حسن قرر انه يعمل تبديلات. جميل جدا. انا قلت بقى هينشط الناحيه الهجوميه. نزل لك مين يا سيدي؟ نزل لك زيزو وامام عاشور. طب امام عاشور ماشي، لما نزل عمل خطوره. مستواه مش هو امام عاشور في الفت بتاعه، مش 100%، بس عمل خطوره. طيب زيزو بقى لما نزل عمل ايه؟ ما عملش حاجه بجد، ما عملش حاجه. اول ما نزل
عمال كل كوره تجيله بيرجعها لورا. انا نفسي اعرف يا حبيبي، هو مش انت مهاجم؟ يعني المفروض من ضمن المهاجمين صح كده؟ جميل قوي، بترجع الكوره لورا ليه؟ النهارده دبس الشناوي في اخطاء، يعني النهارده كل شويه يرجع الكوره لورا، فالشناوي كان مضغوط، طلعها بسرعه جت في رجل المهاجم بتاع بنين، اتلعبت عرضيه الشناوي صدها. جميل، ما فيش حد في الدفاع عمل فولو. يعني انت المفروض في مهاجم واحد مع ياسر ومع رامي، اللي بالمناسبه ياسر النهارده عمل مباراه حلوه يعني ماشي، بس الخطأ ده بالنسبه لي يعني رخم وصعب وانا ما حبيتهوش من الاثنين مدافعين. تمام، في مهاجم واحد عليه 2 مدافعين اللي هو ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، فالاثنين ما عملوش فولو اصلا، عارف، واقفين كده زنهار ابو الهول. فالهدف دخل في الشناوي تاني بعد ما الشناوي صدها. في ناس هتقول لك الشناوي غلطان لانه الباص من الاول كان غلط، هقول لك عادي بس بتحصل كتير، يعني مش خطأ لا يغتفر. هو صدها، فالمفروض ان هو بقى المدافعين يعملوا فولو. لا، المدافعين واقفين بيتفرجوا زيهم زينا بالظبط، فدي خطأ بالنسبه لي لا يغتفر يعني. طيب طبعا صعبنا الموضوع على نفسنا ولجأنا لاشواط اضافيه بعد ما كنا خلاص يعني خلصنا المباراه. طيب الموضوع ايه اللي حصل بقى؟ نفس الموضوع. المفروض انا توقعت انه يا جماعه حسام حسن ينزل بقى اول الاشواط الاضافيه، خلاص انت غلطت في المباراه بس المفروض تنزل بقى تنشط الناحيه الهجوميه، عايزين نجيب جون بقى و2 ونخلص. لا ازاي، والله لا سيبكم مضغوطين لحد اخر ثانيه. هو ده حسام حسن عشان يحسسك ان هو في الاخر المنقذ بقى. انا كنت صح، هو رايح النهارده للجمهور انا كنت صح. صح في ايه؟ صح في ايه؟ محدش فاهم بصراحه. انت لولا مروان عطيه النهارده وياسر ابراهيم كان زمانك اتبقلشت اصلا. فبجد يا جماعه انا مش فاهمه هو حسام حسن عايز مننا ايه؟ ما تفهمش. صلاح النهارده يا جماعه بجد ما كانش حلو خالص. في يا جماعه، هو عشان صلاح خلاص ما ينفعش يخرج مثلا؟ هل صلاح النهارده قدم المردود المنتظر منه؟ لا 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 كبيره. النهارده صلاح حتى الباص بتاعه وحش. هل هو عشان محمد صلاح يعني حرام يخرج؟ مش فاهماكم بجد يا جماعه. خلاص يا صلاح يلعب لوحده بقى. لما انت حسام حسن وخايف تخرجه، يعني احنا المفروض نعمل لك ايه دلوقتي؟ انت ازاي مدير فني منتخب مصر يعني انت شايف ان صلاح كويس جدا فبتسيبه كل الوقت ده؟ هو صلاح جاب هدف في الاخر يا جماعه، بس معلش يعني ده كان انفراد، معلش يعني عادي صح، ده الطبيعي. بس انا بتكلم على طوال المباراه، طوال ال 120 دقيقه. انت متخيل ان النهارده المباراه 120 دقيقه انا ما حسيتش بصلاح ان انا يعني مش دي نفس الخطوره بتاعت صلاح مع ليفربول. فيا جماعه بجد هو مش حرام خالص ان صلاح يخرج، مش غلط خالص ان احنا نغير صلاح وننزل بديل ليه. ممكن البديل ده هو اللي يصنع لك الفارق، لان خصوصا ان صلاح على فكره دايما اي منتخب هتلعبه هتلاقيه مراقب صلاح ب2 دايما. فانت كده بتخسر صلاح وبتخسر لاعب، انت بتلعب ناقص 1. تمام. تريزيجيه النهارده كمان يا جماعه كان عليا استفهام كتيره قوي، علامات استفهام كتيره قوي. تريزيجيه كان وحش جدا، من اسوأ اللعيبه النهارده كان تريزيجيه. فيا جماعه اتمنى حسام حسن يبطل تصفيه الحسابات بتاعته دي، عشان بجد حسام حسن النهارده كمان كان بيلعب تقريبا ب5 مدافعين، فمدرب جبان ما عندوش شخصيه. مش ده الاداء بتاع منتخب مصر يا جماعه اللي يخلينا ناخد البطوله. والله الواحد قلقان من الاداء وخايف. احنا لو اصطدمنا بمنتخب عليه القيمه هنعاني. اذا كنا بنعاني قدام منتخب بنين، هنعمل ايه قصاد المنتخبات القويه؟ اتمنى ان ده يكون انذار تنبيهي كده لحسام حسن، مع اني مش متفائله ان هو يغير اي حاجه في الطريقه بتاعته. بس ان شاء الله خير. مبروك على التاهل اكيد. اكيد انا فرحانه برضو. النهارده جبنا 3 اهداف، بس انا بهدي الفوز النهارده لمروان عطيه بصراحه.